به، ولكن طالما أنك من أبناء المحابشة فلا بد أن نسألك عن أسئلة خاصة بهذا المكان الذي أبدع فيه الكثيرون من أبناء هذه المنطقة. هل نظمت شعرا في ما يخص الشاهل أو المحابشة، الطبيعة الجميلة التي أتيت منها لأن لها الحق في أن تمدح في أشعارك؟ أنا خصصت أكثر من قصيدة: المفتاح، المحابشة، سهل الخطاب في قفل شمر. تصور الزيح كان له نصيب. ويا سيدي أنا عودت نفسي أن لا أكون من ناكري الجميل. المناطق هذه أعطتني الكثير سواء ماديا أو معنويا. لم تعطني ماديا ولم أطلبها أن تعطني ماديا، لكن أعطتني معنويا في سهوبها، في سهولها، في جبالها، في علاقتي بالآخرين، في أصدقائي، في أحبابي، في جيراني. هؤلاء كانوا هم الذخيرة التي لا أرجو أن لا تنفذ، وأرجو أن تستمر مع أبنائهم، مع أحفادهم، مع من يقرؤون، مع من يعرفون قيمة البلد. البلد، نحن في بلد خير، بلد كله عزة، كله كرامة. ما أقول لك أين نذهب إلى الجحيم من البلد؟ أبدا. جنة الآخرين جحيم، وجحيم هذا البلد جنة.